عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحب نشكر جميع الأعضاء الموجودين في قناتي على شوية تفاعل الموجود الأيامات هذه. ميرسي بيان ويعيشكم، يعطيكم ألف صحة. اليوم إن شاء الله باش نعمل مع بعضنا بسكوي جاهز تحطوه للصغيرات جوتي بنة على بنة. شو معناها جاهز؟ باش نجهزوه مع بعضنا ونخلوه وقت اللي يجوا الصغيرات ماشيين يقراو نحطوا له مثل كعيبتين ثلاثة. علاش لا؟ بنة على بنة. وزاد الناس اللي ماشية تخدم تنجموا تهزوا معاها شكل مزيان وبنة وما يتكلفش. بشنو باش نحتاجوا؟ لا زبدة لا حتى شي. عندي 450 غرام من الفرينة، عندي بيضتين، عندي 150 مليلتر من الزيت النباتي العادي، وعندي 100 غرام من السكر العادي الحبيبات، وعندي زادة ساشي سكر فانيليا 8 غرامات، وعندي باكو خميرة 13 غرام وجرشة صغيرة من الملح. باش نعمل العظمتين متاعي نحط معاهم السكر، نحط معاهم سكر فانيليا ورشة الملح، ونحاول ان نركضهم مليح، مش باش يطلع العظم لا، فقط باش نذوب السكر متاعي. حاشي باش السكر يذوب وهكاكا نعمل بقية المكونات. نحط الزيت ونمزج مليح مليح، وكيف العادة الفرينة متاعنا يلزمنا نغربلوها احتياطا، وزادا باش يدخل لها الهواء وباش ما يبداش فيها تكتلات والا حاجه نبدو هنا تخلصنا منها. وزادا الخميره الكيميائيه كيف العاده زادا تتغربل باش كان فما تكتلات ما تهبطش معهم، خاطر من بعد كان تجي في الفم يبدا مطعمها خايب على الاخر. باش نحاول اني نعملها شويه بالفوي، ومن بعد باش نلمها لمان بايديا، ما نعجنش اللم. لمان باش نستعمل ايدي لهنا ونبدا نلم في العجينه لمان، ومن بعد نبدا نخدم فيها كيكه بين ايديا، مش نعجنها لا، نكور فيها كيكه بين ايديا، نخدمها شويه وديريكت. راه مانيش باش نخلوها لا تتخمر ولا حتى شيء، ديريكت باش نخدموها. وفي اللحظه هذه نمشي نحطوا الفرن متاعنا يسخن على 160 درجه. باش نتعاملوا مع العجينه متاعي كأن نتعاملوا مع سابلي، عجينه سابلي ولا عجينه سابلي. ريتو كيفاش نبدو نتعاملوا معاها بالسياسة، معناها خاطر تتكسر تتقطع، يلزمنا بسياسة بسياسة نحلوها، وما تبداش جويدة برشا برشا، وزادة ما تبداش خشينة، بين البينين. وكان عندكم مش لازم راهو المول اللي عندكم كيس ولا حاجة وهكل من داخل هذاك تنجموا تفرغوه بأي حاجة أخرى. معناها بالطريقة هذه يجوا مدورين كيس نورمال انتم والكبر اللي حاجتكم بيه لكعبات البسكوي انتاعنا، يجوا خفاف وبنان، واهم من هذا الكل ما يتكلفوش برشا برشا فلوس، وزاده ما ياخذوش برشا وقت باش يطيبوا. من با 20 دقيقة في الفور يطيبوا ديريكت. واذا كان وصلتوا لحد لهنا في الفيديو تتبعوا فيها، ما تنسوش اللايك والتعليق مزيان كيفكم، شجعوني شويه باش انا زاده نتشجع ونعمل لكم اكثر واكثر فيديوهات. البلاتو متاعي مدهون بالزبده، واذا كان عندكم بابي كويسون علاش لا تاخد معناها تحط بابي كويسون في البلاتو. وكيف تجوا تخدموا العجينه متاعكم وتحلوها، ماذا بكم تحلوها على بابي كويسون ولا على بلاستيك هكاكا باش يعاونكم في الهزان. اختك واش نهز البلاستيك من اللوطه ومن بعد نهز كعبه البسكوي باش ما تتكسر ليش. وهذوما هما عندي توا قهوة سريعة الذوبان اللي معانا مش علينا، وندهن بها كعيبات البسكوي الكل. قهوة سريعة الذوبان عملتها مع شوية حليب، لكن معناها من المستحسن باش يجي البسكوي فيها كلمها تعملوها مع أصفر العظمة وشوية حليب. انا حقيقه ما لقيتش عندي البيض، هما كانوا اخر كعبتين عملت بيهم البسكوي، هذاك علاش اضطريت اللي انا نعملها بشويه حليبه كهو. لكن يا حبذا تكون بالاصفر العظمه. وباش نعمل لهنا دي تراس هكا بالفرشيطه باش تعطيني من بعد افي مزيان. ندخلوهم على الفرن 160 درجة مدة 20 دقيقة، والفور يكون يشعل من فوق ومن اللوطة، وما تغفلوش عليهم إذا كان الفور متاعكم يبدأ قوي. لهنا رشيت عليه شوية جلجلان اختياري، ما هوش ضروري. وهذم هما كعبات البسكوي متاعنا. شوفوا هاك الشكل المزيان اللي خليته للفرشيطة،
وشوفوا زاد النسكافيه كيفاش هي مش نسكافيه، قهوة سريعة الذوبان، كيفاش عطت زاد لون مزيان للبسكوي، جاه شوش بنة ريحة، خاصة في الفور يعطي ريحة بنينة، تعرفوا الجلجلين ولا الفانيليا في الفور تولي ريحتهم بنينة بنينة على الاخر. والبسكوي كما قلت لكم ما يتكلفش. اذا كان عجبكم البسكوي متاعنا ما تنسوش تعملوا اعجاب وتعملوا بارتاج وتعليق مزيان كيفكم. وتوا بقى لي كان نتمنى لكم يوم سعيد ونقول لكم بسلامة.